3000 تمثال للأسد الأب والابن أو تزيد تتوزع بين ساحات ومؤسسات وجامعات سوريا بحسب لجان التنسيق المحلية. قصة هدم التماثيل بدأت في مدينة القامشلي عام 2004 بعد اشتباكات أعقبت مباراة لكرة القدم. حينها تعرض أهالي المدينة لأول تمثال للأسد الأب، وسقط عشرات من القتلى برصاص الأمن واعتقل مئات. 7 سنوات على أحداث القامشلي خلت من المعارضة الشعبية حتى اندلعت الثورة السورية ليعود معها هدم تماثيل النظام. في الرستن بريف حمص أزال الأهالي تمثال حافظ الأسد عقب مجزرة ارتكبها النظام. بعدها بسنتين أسقط متظاهرون في دير الزور تمثالا آخر ردا على قصف الجيش للمدينة. وفي عامودة قال ناشطون إن الأهالي حطموا التمثال بعد إطلاق الرصاص الحي من قبل قوات النظام عليهم. أما أبرز التماثيل التي أسقطت فكانت في مدينة الرقة، قتل النظام على إثره أكثر من 25 مدنيا بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. تمثال آخر بارز كلف إنجازه 3 ملايين دولار نحته فنانون كوريون في منطقة دير عطية القريبة من مدخل دمشق، وتقدر له الحكومة ميزانية لصيانته والاعتناء به آلاف الدولارات سنويا بحسب ناشطين. تتزايد عمليات إسقاط التماثيل في سوريا، فيعمد النظام إلى حماية ما تبقى منها في أماكن خاصة، وهو أمر لم يطبق على التماثيل الأثرية التي لا تقدر بثمن.